الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم في وقفات حول ضلالات شيخ الزريبة عبد الرحيم ابن وقيع الله البرعي. وموضوع وقفتنا الليلة حول مقدمة من كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، تأليف الشيخ عبد الرحيم الشيخ وقيع الله بين قوسين قال لك البرعي. في هذا الكتاب صفحة 6 قال مقدمة بقلم المؤلف الشاعر اللي هو منه عبد الرحيم بن وقيع الله البرعي. أنا دار أي زول بدافع للبرعي بالباطل أو عنده عاطفة تجاه هذا الرجل يقول لك ما تتكلم فيه، والزول ده مات، والزول ده خليه وسيبوا الناس في حالة، ودعي الخلق للخالق، وكل شاة معلقة من عصبتها. أنا دايرك تستمع للكلام ده كويس، والمقدمة بتاعت شيخ الزريبة دي والكلام اللي فيها إذا وافق الكتاب والسنة أخذناه، وإذا خالف الكتاب والسنة رددناه. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله المنعم على عباده المؤمنين وغيرهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، كلام جميل، وخيرهم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار كسيرهم، أما بعد، فهذا ديوان. ده كلام شيخ الزريبة بيتكلم عن هذا الكتاب ومقدمة لهذا الكتاب. قال: فهذا ديوان اشتمل على قصائد ربانية ونبوية وصوفية ووعظية وأدبية وتاريخية، سميته، الكتاب ده سماه شيخ الزريبة ذاته بالمناسبة، رياض الجنة ونور الدجنة. اقتطفته من ثمرات أفكار السقيمة. وفعلا البرعي أفكار سقيمة بل مسمومة، لأن هذا الكتاب مليء بالضلالات والانحرافات. وأهديته لإخواني في الله أولي القلوب السليمة. يعني زول جاب كتب كتاب من راسه نجره وأدى لي قال إخواني في الله أولي القلوب السليمة. القلب السليم هو القلب الخالي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فما يجتمع كلام البرعي ده المؤلف في هذا الكتاب ودعا الناس إليه ما يتفق معاه زول عنده قلب سليم أبدا. زول عنده قلب سليم ما بيتفق مع كلام البرعي. عسى الله أن ينفعنا وإياهم به. طيب، دار زول يركز معي دي كويس في الكلمة البعدية دي. قال: وأذنت للمصلحين إذا رأوا خللا به أن يصلحوه، والله أسأل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى، فإنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه الفقير إليه تعالى عبد الرحيم الشيخ محمد وقيع الله الزريبة شرق كردفان. الكلام ده كلام واضح يا جماعة، كلام واضح إنه البرعي قال لو في زول لقى خطأ في كتابه وضلال في كتابه: وأذنت للمصلحين إذا رأوا خللا به أن يصلحوا. هذا موافق للكتاب وموافق للسنة. نحن أي كلام بشر دون الأنبياء، أي كلام بتاع البشر نزن بالميزان الشرعي. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكلام البرعي ده كلامه ده بوافق الكتاب والسنة، إنه نحن لو لقينا خلل في هذا الكتاب نصلحه ونبين للناس، نقول هذا ضلال وهذا انحراف وهذا شرك وهذا من البدع المحدثة وإلى غير ذلك من التحذير من الضلالات والانحرافات. تاني ما يجينا واحد درويش باكل له مهيوبة أو ضارب له تكية يجي يقول لك يا أخي خلي الزول ده في حاله، الزول ده قال لو في خطأ في كتابه يصلحوه، أنت تدخل شنو تاني؟
اذكروا محاسن موتاكم، الحديث ده ذاته ضعيف، الحديث ده ذاته فيه راو اسمه عمران بن أنس المكي، والبخاري قال منكر الحديث. الكلام ده رواه الترمذي في السنن. ما في حاجة اسمها دع الخلق للخالق وكل شاة معلقة من عصبتها. في شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحن نقف عند هذا الحد ونواصل في الوقفات حول ضلالات شيخ الزريبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.